الأهلاوية السلام عليكم. بعد الأخبار التي كانت متداولة بين الإعلام والصحف الرياضية عن انتقال اللاعب إلى نادي الاتحاد السعودي وبعد جلسة مثمرة التي جمعت اللاعب الأهلاوي إمام عاشور مع مسؤولي النادي، تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لتمديد وتعديل عقده مع النادي. ورحب اللاعب بتمديد عقده إلى صيف 2030 بدلا من صيف 2028، ونظرا للمستوى الجيد الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس العالم الماضي، فقد كان محطة اهتمام من أندية أوروبية وخارجية ومنها النادي السعودي الاتحاد. وبعد هذا الاتفاق مع ناديه، فقد أغلق اللاعب ملف رحيلها عن النادي. شرط واحد لرحيل إمام عاشور عن الأهلي: حصل اللاعب على وعد من إدارة الأهلي بالسماح له بالرحيل للخارج حال وصول عرض مناسب له وللأهلي، بحيث ألا يقل العرض عن 8 ملايين دولار. الخبر صدر اليوم الأحد 2 أغسطس في منتصف النهار. ضع لايك للفيديو واشتراك في القناة. السلام عليكم لو تكرمت.